السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عواشركم بركاء وعلى جميع الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد الحلوى ديال التمر. غادي نحتاجو فيها المكونات. بسم الله. غادي نحتاج هنايا واحد الربعة ديال الزبدة، نقص فيه واحد 50 غرام. وغادي نحتاج واحد الكاس ديال السنيدة، واحد الشاسيطة ديال لافاني، غادي نحتاج وحدة. غادي نحتاج الكاس ديال الزيت النباتية، غادي نحتاج واحد الكاس ديال الماء الزهر، دابا هاد الكاس ديال الماء الزهر حتى نخلط هاد الزبدة مع السنيدة، وعاد نضيف هاد الكاس ديال الماء الزهر. بسم الله. بعد ما خلطت الزبدة مع السنيدة، دائما الزبدة كنخليها غير على حرارة المطبخ. دابا غادي نضيف لها هاد الكاس ديال الماء الزهر. دابا غادي نضيف الدقيق. غادي نضيف هذا الدقيق ولا الطحين، وشويه بشويه حتى تجمع لينا هاد العجين. غير شويه شويه حتى كنجمعوا العجين وكنحبسوا عليه الدقيق ان شاء الله. بسم الله. بعد ما خلطت الخليط بالقياس ديال الدقيق كتجي هكا متماسكه، كنخليها جانبا. دابا غادي نجي لهاد التمر. هاد التمر كنهزهم. اللي عنده المعجون ديال التمر اللي كيتباع يستعملو، اللي بغى يستعمل هاد الطريقه يستعمل هاد الطريقه هادي. كنهزو التمر وكنحيد لهم ديك العلف اللي فيه، كنديرو في الكسكاس حتى يطفور. ملي كيطفور كنزيد ليه شويه د المسكه الحره مدقوقه، كنطحنوها، وكنزيدو ليه شويه د المسكه الحره، وكنزيد ليه المعلقه الصغيره ديال القرفه. هي هادي غير ضفتها انا الاول ملي كتفور. دابا ملي ضيفنا ليه هادو في التفوير ديالها، كنهزوها كنطحنوها في ديك الآلة حتى كطحن مزيان، كتولي هكا، كتولي هذا المعجون ديال التمر. دابا غادي نزيد ليه هاد المعلقة ديال القرنفل، غادي نزيد ليه هاد كاوكاو المهرمش، غادي نزيد ليه هاد المعلقة كبيرة ديال الجنجلان ما مطحونش، غادي نزيد ليه النافع، المعلقة ديال النافع مطحونة، والمعلقة ديال الجنجلان مطحون، كنضيفهم هنايا. وغادي نضيف لهم واحد الشاصية ديال لافاني، وضفت لهم المعلقة ديال الزبدة. في هذا المعجون ديال التمر درت لهم معلقة كبيرة ديال الزبدة، طحنتها معاهم. اللي ما طحنها معاهم يضيفها دابا. ودابا غادي نخلطوا كلشي هاد المكونات حتى يتماسكوا لينا. بسم الله. بعد ما خلطت هاد المكونات مع التمر، دابا غادي نحتاجو هاد التمر، كنحربلوه شويه هكا، وغنحطو في واحد الصينيه، وشي وحدين فيهم غادي نكورهم بحال هكا. وهاد الحلوى راه معروفه كتجي زوينه، وبهاد المكونات اللي درت هاد التمر
كيجيو مقرمشين وكيجيو زوين فيه هاد المكونات، وكنحتاجهم هكا. كنكورهم كلشي، شي وحدين غادي نكورهم، شي وحدين غادي ندير ليهم هذا شكل الاصابع حتى نكمل هاد العجين ديال التمر. بسم الله على بركة الله. بعد ما قسمت هاد العجين على الاجزاء هكا، كناخد واحد الكويره كنحطها هنا في هاد الطبله، كندلكها هكا حتى كتكون رقيقه. بعد ما كنسرحو هاد العجين، كناخدو هاد الصباعيات ديال التمر هكا، وكنلفو عليه هاد العجين بهاد الطريقه. وهاد الحلوى راه كنخرجو فيه اشكال عديده، وكتجي انا خاصني مزاج فيه شويه نديرو باش توصل ليا هاد العماره كلشي حتى الراس. ها هي كنديرو ليه هكا، وكنقطعو هاد العجين. هذا غادي نخليه جانبا، وهذا غادي نديرو ليه هكا، وكنثبتو هذا العجين شويه. كنديرو ليه هكا، وكناخدو هاد الموس وكنقطعوها على هاد الشكل. دابا هذا الا بغينا كنخليوه هكا، بغينا نديرو ليه هاد النقش كنديرو ليه هاد النقش. هاد الحلوى راه كتعجب الكبير وتعجب الصغير، وكتجيني في الشكل ديالو زوينه. ولا كنديرو هاد السكين هكا، كنفلحوها بحال هكا. ها هي عاوتاني وحده، راه يكون الموس ماضي. صافي كنفلحوها غير شويه هكا. وهادي غادي ناخدو عاوتاني هاد الكويره ديال العجين. هادي راه كتجي ساهله، كنفتحو هاد العجين شويه هكا، وكندير فيه هاد وغادي نستمروا بحال هاد الطريقه حتى نكمل العجين ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. بعد ما كنخرجوا الطاوه في الفران، كنخليوها حتى كتحمر هكا،
كدير غير هاد اللون الذهبي وكنخرجها وكنفندوها في هذا السكر كلاصي مع هاد السخونه. دابا غادي نحتاجو بسم الله، غادي نحتاجو هذا الصحن كنفندوها في السكر هكا مع هاد السخونه وكنديروها في هذا الطبسيل نفس الشيء هاد الحلوى حتى نفندها كله ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. بعد ما فندتها في السكر كيجي الشكل ديالها هكا، راه كتجي زوينه واقتصاديه. ما تنساوش تشجيعاتكم الفيديو. عيدكم مبارك سعيد على جميع الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.